الأسهم لو اشتريت في الوقت الغلط ممكن تخسر كل فلوسك، بس لو اشتريت صح ممكن تبني ثروة من ولا حاجة. دي حكايتنا النهاردة. السلام عليكم يا أصدقائي والطالعين المالي، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دكتور محمد حسين في برنامجكم ريتش هابتس بالعربي. فاكرين بازل الحرية المالية اللي بنبنيه سوا؟ بعد ما عرفنا أسرار الفلوس والعادات اللي بتدمر الثروة، وصلنا النهاردة للقطعة رقم 14. دي مش مجرد قطعة، دي المفتاح اللي هيفتح لك أخطر وأقوى باب لبناء الثروة الحقيقية. تخيل إن قرار واحد ممكن يكون الفرق بين الحرية المالية والفلس التام، والسر مش في الحظ، السر في الخطة. والخطة دي هتكشف لك إزاي تتحرك قبل السوق ما يقفل الفرصة. والنهاردة هوريك إزاي تخلي فلوسك تشتغل ليك وانت نايم على شط، ومش اي شط، شطك انت في بلد بتحبها، من غير ما تقلق بكره من الفلوس. هل هتكفي ولا لا؟ جهز فنجان قهوتك وركز معايا جدا، واللي جاي دلوقتي ممكن يغير نظرتك للفلوس طول عمرك. النهارده جاي اكلمكم عن الكنز الحقيقي في عالم الاستثمار واداه بناء الثروات اللي غيرت حياه ملايين البشر، الاسهم. كتير منكم بيسمع كلمه اسهم وبيجي في باله فورا بورصه، شاشات، ارقام بتطلع وتنزل بسرعه الصاروخ، او ان ده عالم معقد ومخاطره عاليه وما ينفعش خالص للمبتدئين. هل الموضوع فعلا بالصعوبه دي؟ وهل ممكن اي حد فينا يشتري اسهم في شركات عالميه زي ابل او جوجل او حتى الشركات المصريه الكبيره؟ الحقيقه يا جماعه ان شراء الاسهم مش بالصعوبه اللي كتير بيتصوروها، هو بيحتاج معرفه وفهم للقواعد الاساسيه. لو فهمت القواعد دي صح هتكون ماشي على طريق الاغنياء اللي بيخلوا فلوسهم هي اللي بتشتغل ليهم. النهارده هكشف لك كل الاسرار دي وهوريك ببساطه وسهوله ازاي تشتري اسهم، وامتى هو الوقت المناسب للشراء، والاهم امتى تبيعها. السؤال الاهم هو مين فينا هيعرف يعدي الباب ده قبل ما الزمن يقفله. بس قبل ما نقول ازاي تشتري لازم نفهم الاول هو انا بشتري ايه بالظبط. خلينا نفهم ببساطه يعني ايه سهم. السهم يا جماعه هو ببساطه حصه صغيره جدا من ملكيه شركه معينه. لما بتشتري سهم في الشركه دي زي ابل مثلا، انت كده بقيت مالك لجزء صغير جدا من شركه ابل دي، انت بقيت شريك فيها. طب ليه الشركات بتبيع اسهم اصلا؟ عشان تجمع فلوس توسع بيها شغلها وتعمل منتجات جديده وهكذا. طب ايه فايدتها بالنسبه لك؟ زياده القيمه. لو الشركه كبرت وزادت ارباحها، قيمه حصتك يعني السهم بتاعك بيزيد. تاني حاجه الارباح او الديفيدنز. بعض الشركات بتوزع جزء من ارباحها على مساهمين بشكل دوري، سواء سنوي او ربع سنوي. يعني باختصار انت مش بتحوش فلوسك، انت بتحولها لموظفين بيشتغلوا عندك 24 ساعة. الأسهم هي أحد أهم أنواع الأصول المنتجة، ودي اللي اتكلمنا عنها في حلقة ليه الأغنياء ما بيشتغلوش عشان فلوس. خلي بالك شراء الأسهم دلوقتي بقى أسهل بكتير من زمان. كل اللي محتاجه هو الخطوة الأولى، جهز فلوس الاستثمار بتاعتك. ما تنساش أهم قاعدة ذهبية اتكلمنا عنها قبل كده، لازم يكون عندك صندوق طوارئ كامل الأول، وفي نفس الوقت لازم يكون الفلوس دي زيادة عن حاجتك وممكن تستغنى عنها على المدى طويل. بعد كده ابدأ بمبلغ صغير تقدر تتعلم بيه وتجرب. الخطوة التانية، افتح حساب استثمار، يعني حساب وساطة مالية مع سمسار أسهم. ده زي حساب البنك بتاعك بس متخصص في شراء وبيع الأسهم والسندات. في مصر في شركات سمسارة كتيرة معتمدة من الرقابة المالية. عالميا في منصات وسيطة يعني بروكرز، زي مين؟ زي انتراكتيف بروكر، زي اكسينس، زي غيرها. ابحث عن اللي يناسبك ويناسب بلدك وقوانينها. الأهم اختار شركة موثوقة ومرخصة ليها سمعتها الكويسة وعمولاتها معقولة. هتحتاج تقدم أوراق ثبوتية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بطاقة، إثبات سكن وهكذا. بعد ما تفتح الحساب هتحول عليه الفلوس اللي هتستثمر بيها. الخطوة الثالثة، اختار الأسهم اللي هتشتريها. للمبتدئين الأفضل تبدأ بصناديق المؤشرات المتداولة، اتكلم عليها بالتفصيل، ال ETFs أو Index Funds. لحظة، هو ازاي الأغنياء بيستثمروا من غير ما يتوتروا كل يوم من اخبار السوق؟ الجواب هنا. ليه صندوق مؤشرات المتداولة؟ لانها بتديك تنويع فوري. بدل ما تشتري سهم شركة واحدة، الصندوق ده بيستثمر في اسهم عشرات او مئات الشركات الكبيرة والقوية. فلو سهم واحد نزل، باقي الاسهم بتحافظ على الصندوق. فاكرين قاعدة التنويع في حلقة الاستثمار قليل المخاطر؟ دي طريقة امنة جدا تبدأ بيها. لو عايز تختار اسهم شركات فردية، ابحث عن شركات قوية ليها سجل ارباح
ارباح مستمر، شركات في قطاعات حيوية ومستقبلية، يعني تكنولوجيا، طاقة متجددة، سلع استهلاكية اساسية، شركات انت بتستخدم منتجاتها وبتفهم شغلها. فاكرين قاعدة الاستثمار في الاصل اللي فاهمه؟ يمكن القصة الجاية تفاجئك وممكن تخليك تغير خطتك الاستثمارية 180 درجة. خليني احكي لك قصة شاب اعرفه كويس جدا اسمه احمد من 5 سنين قرر يدخل البورصة. كان متحمس جدا. اول ما شاف سهم شركة كبيرة طالع بسرعة قال دي فرصتي. دخل بكل فلوسه تقريبا. بعد اسابيع السهم نزل جامد. احمد طبعا اتوتر وبدل ما يستنى باع بخسارة كبيرة. الغريب انه بعد سنة واحدة بس نفس السهم ده ارتفع 4 اضعاف. لو احمد كان صبر كان النهاردة كسب اضعاف فلوسه. في المقابل واحد صاحبنا انا واحمد اسمه عمر بدأ استثمار بسيط بمبلغ شهري صغير في صناديق المؤشرات. لا تعب لا قلق من اخبار ولا متابعة يومية خالص. بعد 5 سنين عمر محفظته كبرت حوالي ضعفين وكسب بذكاء. القصة دي بتعلمنا حاجة مهمة جدا. اللي بيكسب في الاسهم مش اذكى واحد، هو اصبر واحد. ومثل للكلام ده بصوا على استراتيجيات وارن بافيت او الناس الاغنياء كلهم. طيب انت دلوقتي عرفت الغلط اللي ممكن يدمرك، تعال نعرف الصح خطوة بخطوة. الخطوة الرابعة، حط امر الشراء من خلال تطبيق السمسار او موقعه. هتدخل على السهم او الصندوق اللي هتختاره، هتحدد عدد الاسهم اللي عايز تشتريها، هتختار نوع الامر مثلا ماركت اوردر. ويعني ايه ماركت اوردر؟ ده اللي بيشتري بالسعر الحالي للسوق. او الاوبشن التاني اسمه ليميت اوردر، وده بيشتري لما السعر يوصل رقم معين انت هتحدده. هتراجع كل حاجة وتدوس امر باي او شراء. مبروك، انت بقيت شريك في الشركة دي. اول ما تشوف نفسك مساهم رسمي احساسك باللعبة المالية هيتغير تماما. بس خد بالك، امتلاك الاسهم هو المفتاح، لكن المفتاح لوحده مش هيفتح الباب من غير الخريطة. الاسهم هي المفتاح اللي بيفتح بناء الثروة، بس المفتاح لوحده مش كفاية، لازم يكون معاك الخريطة الكاملة لطريقك نحو الحرية المالية. عشان كده قدمت لك خطة 30 يوم للتحرر المالي، تقدر تحملها مجانا. اللينك في اول صندوق الوصف. هقول لك السر اللي وقع فيه ملايين المستثمرين وبيخليهم يخسروا كل يوم. يا جماعه اغلب الناس بتفتكر انه اهم حاجه في الاستثمار هو توقيت السوق او ماركت تايمينج، يعني اشتري لما يكون السعر في القاع بالظبط وبيع لما يكون في القمه بالظبط. الحقيقه ان ده شبه مستحيل. محدش بيعرف يحدد القمه والقاع بالظبط ولا حتى اكبر الخبراء. القاعده الذهبيه للشراء هي الوقت اللي بتقضيه في السوق اهم بكتير من توقيت دخولك للسوق. ابدأ دلوقتي. احسن وقت تبدأ فيه كان امبارح، وتاني احسن وقت هو النهاردة. تاني نقطة مهمة، استخدم المتوسط التكلفة بالدولار اللي هو الدولار كوست افريجينج. فاكرين القاعدة الذهبية دي؟ استثمر مبلغ ثابت كل شهر بغض النظر عن سعر السهم طالع ولا نازل. لما السعر بيكون عالي بتشتري عدد اسهم اقل، لما السعر بيكون واطي بتشتري عدد اسهم اكبر. ده بيخلي متوسط سعر الشراء بتاعك معقول على المدى الطويل، وبيشيل عنك ضغط التوقيت ويقلل المخاطرة. اشتري دايما بهدف المدى الطويل. فاكرين القاعدة الذهبية دي برضو؟ الاستثمار مش انك تكسب في يوم او ليلة. الاسواق بتتقلب، لكن على المدى الطويل هي دايما بتنمو. البيع هو اخطر قرار استثماري، غلطة واحدة فيه ممكن تمسح مكاسب سنين. عشان كده خلي بالك، البيع اهم من الشراء. اغلب الناس بتبيع في الوقت الغلط. القاعدة الذهبية للبيع هي بيع لما تتغير اهدافك او تتغير اساسيات الشركة اللي بتستثمر فيها. يعني ايه؟ لما توصل لهدفك المالي. لو كنت بتستثمر عشان تشتري بيت بعد 5 سنين والاسهم دي حققت لك المبلغ اللي كنت عايزه، ده وقت ممتاز للبيع. تاني حاجة، لو الاساسيات بتاعت الشركة الفاندامنتالز اتغيرت، لو الشركة اللي بتستثمر فيها بدأت تخسر بشكل مستمر، او مجال شغلها ما بقاش ليه مستقبل، او ظهرت منافسة جديدة قوية جدا وهتأثر على ارباحها. تالت حاجة، لو الإدارة اتغيرت او الإدارة الجديدة ما بقتش كفاءة، هنا بتبيع لان قيمة الاصل نفسه قلت، مش عشان السعر نزل شوية. وما تنساش تعيد التوازن للمحفظة، يعني هتعمل حاجة اسمها ريبالانسنج. فاكر حلقة بناء المحفظة؟ لو جزء معين من محفظتك زاد جدا لدرجة انه بقى يمثل نسبة اكبر من اللي انت عايزها، ممكن تبيع جزء منه عشان ترجع النسبة الاصلية. ده
بيقلل المخاطر وبيخليك تشتري الاصول اللي سعرها لسه معقول عشان تحول الارباح لاصول اقوى. لو عندك اسهم عملت مكسب كبير ممكن تبيع جزء من المكسب ده وتشتري بيه اصل تاني اقوى او افضل فرصة حاليا. امتى ما تبيعش؟ لما السوق ينزل شوية. ما تخافش لما تسمع اشاعة في الجروبات، لما الناس حواليك بتقول بيع الدنيا بتنهار، غالبا ده بيكون احسن وقت لشراء المستثمرين الاذكياء. احيانا افضل قرار استثماري هو انك ما تعملش حاجة، تقعد ساكت. زي بالظبط تشارلي مونجر شريك وارن بافيت كان بيعمل كده، قال لك اقعد على ايديك، يعني ما تعملش اي حاجة. ده في الوقت ده لما السوق بيكون نازل قرار صائب مليار في المية. الاسهم يا صديقي هي اداة قوية جدا لبناء الثروة لو استخدمتها صح. عرفت ازاي تشتري وامتى تركز على الاستمرارية مش التوقيت، وامتى تبيع بناء على اهدافك واساسيات الشركة. ابدأ بذكاء، نوع استثماراتك، اصبر وادرس، وهتكون على طريق الاغنياء اللي بيخلي فلوسهم هي اللي بتشتغل ليهم. بس استنى، دلوقتي بعد ما عرفنا محرك نمو الثروة لازم نرجع للسؤال اللي شاغل بال كل مستثمر، السؤال اللي ممكن يحدد مصير فلوسك. احط فلوسي في ارض بتكبر ولا في ارقام في شاشة بتتغير؟ يعني عقار ولا اسهم؟ في الحلقة الجاية هنجاوب على السؤال ده بكل تفاصيله. هنعمل مقارنة شاملة وصريحة بين الاستثمار في العقار والاستثمار في الاسهم. هنتكلم عن الارباح والمخاطرة والسيولة والفرق اللي بيخلي محفظة بتكسب ومحفظة تانية تخسر. الحلقة دي مهمة جدا لانها هتحسم الجدل وهتساعدك تاخد قرار استثماري استراتيجي مبني على وعي ودراسة، مش مجرد نصيحة من حد غير متخصص. استعد لان رحلة بناء المحفظة المالية الذكية لسه في بدايتها. لو الفيديو ده فتح عينيك على حاجة جديدة او غير تفكيرك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو لسه ما عملتش. ده بيساعد المحتوى يوصل لاكبر عدد من الناس اللي محتاجة المعلومة دي. واكتب لي في التعليقات تحت ايه اول سهم او صندوق مؤشر هتفكر تبدأ تستثمر فيه، وهل انت مستعد تبدأ رحلة استثمار في الاسهم بذكاء؟ شاركني رأيك. انا دكتور محمد حسين، اشوفكم في الحلقات الجاية عشان نكمل بناء بازل الحرية المالية خطوة بخطوة. خليك غني وغير عاداتك المالية. السلام عليكم.